الاعلانات المفاجئه. عارف لما تبقى قاعد كده في وسط تجمع عائلي ويطلع لك اعلان من العدم يشكك الكل فيك؟ اعمل سريه وطلع الطاقه المكبوته اللي عندك. مش قايل لك تبطل احط لك شطه في ايدك كده انت مش مرفه لدرجه انك هتتفرج على فيلم في سينما، فهتضطر تتفرج على الافلام والمسلسلات بتاعتك على المواقع المقرصنه يا حرامي. فوانت مندمج انت والعائله الكريمه في احداث الفيلم يطلع لك اعلان من العدم لمدام نوال السخنه اللي جاهزه للتزوج حالا. وحلني بقى لما تقنع ابوك ان ده اعلان مش رساله على الواتساب بجد. يا لهوي يا جدعان، افتكرت حته موقف تعالوا احكيه لكم. من سنه كده كان عندي درس عند واحد صاحبي في البيت، فركبت مشروع من على البحر. معلش يا جدعان نسيت ان بيتفرج عليا فلاح. ركبت ميكروباص يا سيدي من على البحر، وقعدت فين بقى؟ الصف اللي ورا السواق في النص. المكان ده حرفيا مكان في الميكروباص، يعني لو عندك مشوار على حدود ليبيا وخيروك انك تقعد في المكان ده ولا تاخدها مشي، خدها مشي. ليه بقى؟ لان المكان ده هو اللي بتجمع فيه اجره الميكروباص كله. لميت الاجره من الناس كلها وعمال ادي السواق واحد من ورا واثنين من ورا وثلاثه من المهم خلصت القرف ده كله. كان في فيديو كده كنت بحضر له، في ميم كده كان عاجبني فعايز احمل الميم دوت عشان ابقى احطه في الفيديو. فانا عندي برنامج بيحمل الفيديوهات، ففتحت البرنامج دوت عشان احمل الفيديو، وفجاه يطلع لي اعلان وانا قاعد في المكان المركزي دوت عن برنامج تعارف. مش دي المشكله اللي كان بيعمل الاعلان ده كانت واحده لابسه بكيني او شبه مش لابسه حاجه خالص. وغير كده ان المشروع ده كان محمل كل فئات البشر حرفيا، كبار صغيرين ولاد بنات فيمبويز ترانسجين. بما اني قاعد في المكان ده فالناس كلها شايفاني، فبدا كله يبص لي بصات غريبه بقى. فحمدت ربنا انا مش هشوف اي حد في الناس دي تاني. مرت الاسابيع والايام والشهور، فوانا قاعد بتصفح الانترنت لقى لي اعلان لبرنامج شبه البرنامج اللي كان طالع لي في المشروع قبل كده، والمره دي كان طالع لي على مواقع السوشيال ميديا مش على البرنامج المعفن اللي كنت بحمل منه فيديوهات دوت. فقلت لا انا مش مستعد يحصل الموقف اللي حصل ده تاني، فقررت ان انا اطلع اعمل عليهم فيديو. ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. شكرا فشخ يا جماعه على 5000 مشترك. انا عارف ان الشهره صعبه ومسؤوليه، بس ما تخافوش يا شباب مصر، انتوا امانه في رقبتي. كل شاب بيتفرج عليا انت في مسؤوليتي دلوقتي. لكل اب وام خايفين على عيالهم مني، ما تخافوش هم في ايد امينه. لكل واحد مراته او خطيبته او صاحبته بيتفرجوا عليا، ما تخافش مراتك امانه معايا. وبما ان عددنا بقى كبير فشخ بقينا قد اي مجموعه مدرس ثانويه عامه في سنتر، فقررت ان انا اكلفكم بمهمه مهمه فشخ، ان انتوا تقترحوا عليا افكار فيديوهات يا جماعه، عشان عايز ارجع تاني يا جدعان بقوه كده وانزل فيديوهات كتير بقى وبتاع، وارجع يوتيوبر تاني زي زمان. في حاجه كده كانت بتضايق الناس مني، ان انا كل فيديو كنت بقول لكم ما تشتركوش عندي في القناه ومش عايز حد عندي وليك الشرف انك تشترك عندي. طبعا دي حقيقه، ليك الشرف انك تشترك عند سايندرو، بس انا الصراحه مش فاهم انتوا عايزين ايه. اليوتيوبر اللي يقعد يتحايل عليكم انكم تشتركوا عنده تقعدوا تقولوا انت هتشحت ومش اللي يقول لكم مش عايزكم تشتركوا عندي متكبر ونرجسي بقى مجنون بقى وتقعد تقرفنا. عامه يا سيدي انا هتواضع واقول لك اشترك في القناه وفعل الجرس وحط لايك والحاجات الحلوه دي كلها، ويا ريت تعملي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك عشان الاكونت ال 14000 اتقفل من كام شهر كده وعايزين نرجع ريتش تاني على التيك توك. يلا بينا نرجع لموضوع الفيديو. انا قاعد بتصفح الانترنت كده يا جدعان، طلع لي اعلان لبرنامج تعارف او برنامج دعاره الكترونيه حرفيا اسمه تيم كلاب. والبرنامج ده فيه كام واحد من صحابي حملوه جربوا يشوفوا ايه اللي جواه بقى بالظبط، وقالوا لي كل التفاصيل وانا طالع احكيها لكم. واحقاقا للحق صحابي ما كانوش محملين البرنامج عشان نحضر الفيديو او نكتشف ايه اللي جوه البرنامج، هم كانوا عايزين يتعرفوا بجد. ما تخافش مش هقول اسمك يا اس. فالمهم الولد سعيد قال لي انك بتعمل اكونت وبقى معاك عملات في الاكونت دوت كده، وفجاه بتلاقي بنات عماله تبعت لك. هل ده شيء طبيعي؟ اكيد طبعا لا. بتخش تتكلم انت والبنات دي وتفتكر ان الدنيا ورديه وان هم حبوك من صوره الحنكريس اللي انت حطيتها بروفايل دي. طبعا بتبقى عايم في العسل ولا شاغل بالك، بس فاكر يا مغفل العملات اللي كانت معاك دي بتروح فين؟ بتخلص صح؟ كل ما بتتكلم العملات بتخلص، وانت طبعا عشان تكلم السنيوره بتاعتك محتاج تشحن عملات. عايز اصدمك ان السنيوره بتاعتك شخصيا شغاله مع البرنامج اصلا. يا كلاون يهطل يا عبيط. بتحاول تعلقك بيها عشان بس تخلص العملات بتاعتك وتقعد تشحن. فهو مش برنامج تعارف بس او حاجه حرام لوحدها، لا هو برنامج نصب كمان، يعني هتخسر دنيتك واخرتك وفلوسك. طبعا بعد فلوسك دي مفيش ولا واحد من المنوفيه هيهوب ناحيه البرنامج ده. يا جدعان بهزر يا جدعان بجد والله العظيم، والله هزر عادي على المنوفيه، استخسروا اكتبوا كومنتات. انا بقالي فتره كده بحفرك على كنسله يا جدعان، ما تكنسلونيش بجد اقسم بالله، انا اي كلام بقوله في الفيديوهات بيبقى هزار. تاني حاجه بقى غريبه في البرنامج دوت هو اختيارهم للناس اللي تعمل لهم اعلانات. يعني من الاخر تيم الماركتنج بتاع البرنامج ده بهايم حرفيا ما بيفهموش اي حاجه. فتحوا السوشيال ميديا وقعدوا ينقوا حرفيا في اكتر ناس ما عندهمش لا كاريزما ولا قبول ولا حد بيحبهم عشان يعمل لهم اعلان للبرنامج بتاعهم. يعني اكنك مثلا رايح تعمل اعلان لليهود فجبت لهم هتلر. وبعيدا عن الناس اللي بتعمل اعلانات للبرنامج ده انا لسه هاجي وافشخكم دلوقتي، غير كده ان في اعلانات مزيفه اصلا. يعني لو في واحد ما رضيش يعمل لهم اعلان اختلفوا بقى على السعر او ايا كان، هيجيبوا فيديو ليه ويعملوا له ميوت ويخلوا بالفويس اوفر اكنه هو بيعمل اعلان للبرنامج. يعني كمان بيفيكوا الاعلانات بتاعتهم. انا مش عارف ايه الحقيقي في البرنامج ده بجد، غير كده ان طريقه تقديم الاعلانات مريبه وتشككك الصراحه. يا ريتهم مدين للبلوجرز اللي ما عندهمش الشخصيه دي مساحه ان هم يعلنوا براحتهم او يقولوا ايه المزايا بتاعت البرنامج. لا هو في كام سكريبت كده متوزعين عليهم واقفل على كده. وبعدين انتوا تفهموش قلنا حليب الخير، كل واحد هيتنيل يرفع ايده سهله. شكلهم كده اكنهم ام بي سيز متبرمجين، كل واحد طالع يقول نفس الكلام اللي زميله قاله قبل منه. عندك اول سكريبت ان هو يجيب لك بنت كده شكلها مريب وقايله لك
تيمو كلوب از فري. مفيش حد سمع، كملوا الفيديو. لو مفيش حد جنبكم كملوا الفيديو. وانتوا في حد حواليكم؟ اتاكدوا ان مفيش حد حواليك. في حد جنبكم وانتوا بتتفرجوا على الفيديو ده. تعالى تيمو كلوب تيمو كلوب تيمو كلوب تيمو كلوب تيمو كلوب. حرفيا لو اي حد خليتين بس من مخه شغاله وكل تفكيره مش في نص التحتاني على راي البوكس، هيعرف ان الاعلان دوت اكيد في حاجه شمال. ممكن تبطل تخلي كل تفكيرك في الخرا في نصك اللي تحت ده اللي موديك في 60 داهيه. يكفي طريقه تقديم الاعلان اللي هي اشبه حاجه موقع براز. عندك مثلا تاني سكريبت متوزع عليهم هو قيود. امسحوا التطبيقات المقيده وكل حاجه. امسحوا التطبيقات اللي مقيده كل حاجه. في دردشه صوتيه ومكالمات فيديو. كمان في دردشه صوتيه ومكالمات فيديو. الابلكيشن ده اسمه تيمو كلوب. الابلكيشن اسمه تيمو كلوب. حرفيا نفس السكريبت منسوخين. بعيدا عن اي حاجه، البنت اللي عماله ترج في صاحبتها، انا مفيش حاجه عصبتني اخر 3 سنين اكتر من الفيديو ده الصراحه. اقسم بالله بهايم ماركتنج، مفيش فكر بجنيه حرفيا. السنه دي اننا نبطل يا اسطى تليفونك مش مبطل رن. يا شيخ انطري بقى. يا شيخ انطري بقى. يا اسطى 60 رقم رن عليك. تعرف الناس دي كلها منين؟ الابلكيشن تيمو كلوب. انا مش عارف مين الحيوان اللي اتص في نظره وجابك تعمل اعلان لبرنامج المفروض تعارف. يعني المفروض في بنت مثلا تشوف المنظر ده وتتحمس تخش. يعني السكريبت اللي بعده هو سكريبت التليفون الساخن. تنشف على في ايه الواد ده على الانستجرام حرفيا كل شويه يعمل فيديو حرفيا يستغل في الدين، اللي هو فيديو مثلا من نوعيه ان في واحد عمال يسمع في اغاني بقى ومعلي الصوت، فاخوه يخش يقول له يا ابني اللي بتسمعه ده تعالى انزل صلي معايا، يقوم قايل له اصلي؟ هو في حد بيصلي في الزمن ده ولا ايه يا ابني انت فلاح ولا ايه؟ وبعد كده يقوم ميت. كل اللي بيحطوا لايكات على الفيديو ده بيبقوا من سكان التيك توك الاصليين. مفيش حاجه تيجي كده. اهدى حبيبي كده هو انت مش سامع الاذان يا عم انت؟ والله بقت حمله مش تليفون. الشهره دي عبء يا جماعه. والله انت اللي راجل عبء اقسم بالله. مش رسائل دي يا جدعان، دي حمله معموله عليا. انت مش محتاج ان كل يوم يتبعت لك رسائل كتير قوي من البنات. ما تعملش تيمو كلوب. والله ما فيش رغبه من الكائن ده. بعيدا عن الاعلان دوت، هو اصلا انسان غبي في الحياه عامه. فيديوهاته كلها بقى استغلال دين، برضو نفس الحكايه. ما جابش يقوم مطلع خطيبته بقى معاه، بس هو حمش قوي يطلعها بصوتها ويقعدوا يتميصوا عادي، انما وشها ما يبانش. طلعها بظهرها بصوتها بكل حاجه. لو عليها تنفيذ احكام بقى اعمل كده، انما غير كده انت عادي بتطلع خطيبتك في فيديوهات. يعني ما تعبطش بقى. عارفين لو حد كلمه وريتش نايم ولا ايه؟ عارفين بقى حجه البليد دي اللي هو لما واحد يبقى بيعمل فيديوهات خرا حرفيا وحد يجي يتكلم عليه يقول لك هو الريتش واقع عندك ولا ايه، فبتجيب سيرتي عشان تتصاير. انت متصاير يعني بالعدل قوي. يعني على العموم انا بقول ما فيش رغبه من الواد ده. ليه؟ لان كل حرفيا الناس اللي عملت اعلان البرنامج ده بيقول لك لو عايز تتعرف على ناس جديده وتخش تتكلم مع ناس عادي، يعني ممكن تجيب صحاب يعني من هناك، مش شرط تتعرف على بنات، مع ان هم باين قصدهم ايه بس ما قالوهاش بشكل مباشر. انما دوت بقى بيقول لك لو عايز تليفونك يتملي بالحريم حالا حمل البرنامج دلوقتي. يعني لو كان في 1% ان انا احمل البرنامج بعد اللي انت قلته ده استحاله احمله. يعني انت مثلا عندك ده اول ما تبص عليها تتخيل ان هو باتل رابر هيشارك في ريد بول مات الكلام السيزون الجاي وهيخسر من يويا. يوسف انت موهوم جامد. وتصطدم بالواقع انه تلاقيه عامل اعلان لبرنامج دعاره. انت بتحب تقعد لوحدك، تحب العزله، ما بتحبش تتكلم مع حد، ما تحملش تيمو كلوب. ونخش على اخر سكريبت متوزع عليهم. في ناس تبدا الكلام بهاي عامل ايه. ده مش بدايه كلام، ده اسمه خراب دردشه. انا فهمت بعدين ان الموضوع مش ان البنات مش عايزه ترد، لا هو بس مفيش موضوع خليها تكمل كلام. بس البنات اللي قابلتها على تيمو كلوب كنت لسه بفكر اقول لها ايه، لقيتها بعت فويس نوت. طب ما هو ده اكبر اثبات ان هي حاجه من الاثنين، يا اما اي يا اما بنت شمال فشخه حرفيا. يعني دول المفروض بيستهدفوا شباب. هم متخيلين الشباب محدش اليومين دول خلاص بيشغل مخه وكلهم بيشغلوا النص التحتاني، فهنخش نحمل البرنامج. ناس كتير بيبداوا كلامهم بهلا عامل ايه او عامله ايه، بعدين بيفضلوا مستنيين الرد. عم دي مش بدايه وحشه خالص، كارثه محادثه. فاكر الموضوع ان هم مش عايزين يردوا. نفس كلام الولا ابو برتقانه اللي كان معانا من شويه. بس الناس اللي قابلتهم على تيمو كلوب الموضوع مختلف خالص. مره من المرات انا لسه مش عارف اقول ايه، بعتت لي ريكورد مره واحده. يا جدع بقى نقول ايه بقى يا جدع بقى يا لهوي. يعني ده موقف شخصي حصل معاك انت شخصيا، يعني ما حصلش مع الواد ابو برتقانه برضو اللي هو كان مكسوف ولقى البت بعت له ريكورد فجاه. عامه يا جدعان انا بشوف التيك توكرز اللي هو اوضهم وشعرهم وشكلهم اللي هو بيبقوا عاملين كده بالظبط، تعرف تميزهم بعينك فاهم، اللي هو من غير حتى ما يبقى في حاجه تقدر تتكلم عليها او تلاحظها في الكادر بتاعه، بس انت تعرف ان دول على طول فاهم اللي هو غباء ماشي على الارض. بس الناس اللي قابلتهم على تيمو كلوب الموضوع مختلف خالص. وايه العبط ده يا جدعان؟ يعني شخصيه البنات بتختلف بره البرنامج ده وجوه البرنامج ده. يعني يا جدعان ما اي حد هيشغل ام الجزمه اللي جوه دي هيفهم ان اكيد مفيش واحده هتبقى عايزه تتكلم معاك بالاسلوب دوت، ولا حتى واحد هيبقى عايز يتكلم معاكي بالاسلوب دوت، وملهوفين على الكلام قوي غير لو عايزين مصلحه من ورا الموضوع. ليه البنات بتسيبك سين او تبعت لها؟ يا عم البنات ما بتسيبنيش سين ولا حاجه، وانت هتطلع عقدك النفسيه عليا انا. الناس بتبدا الكلام بهاي عامل ايه، بعدين تقعد مستني الرد. حبيبي مش بدايه كلام، ده خراب محادثه. خرا عليكم على خراب المحادثه. انا فهمت بعدين الموضوع مش البنات مش عايزه ترد، الموضوع كله ان مفيش موضوع ترد عليك فيه. بس البنات اللي قابلتهم على تيمو كلوب حاجه تانية خالص. انا مش هتكلم والله. كمل يا غبي. مره كنت لسه بفكر هقول ايه، اوعى تقول لي ان لقيت واحده بعتلك ريكورد. لقيتها بعتلي فويس نوت الاول.
خلاص اخرس فخرا بقى منكم كلكم كده. الاخر وخلصت الكلام، بلاش تصدق اي برنامج يطلع لك على النت، لان برامج التعارف دي احسن 100% بتبقى نصب. وبرده الصراحه انتم مصعبين الموضوع فشخ ومدينه اكبر من حجمه. اكيد هيجي يوم من الايام واحده هتقبلك، ولو فضلت تتعامل مع البنات على اساس ان هم كائنات اعلى منك استحاله واحده تعبرك ولا تشوفك. طبعا مش محتاج اقول لك انك ما تروحش تتفرج على فيديوز دكتور مكاوي وحماده لايقين على بعض جامد. الموضوع مش محتاج الاصطناع ده كله، وانك تقعد تغير في شخصيتك وطريقه كلامك عشان تعجب حد وتهبب استرجل بقى. انا روسي من جبال القوقاز. لان بالحركات اللي انت بتعملها والاصطناع ده استحاله البنت تشوفك راجل، هتشوفك عيل مثلا من العيال اللي هم بيقولوا نفسي ابقى كلبك يا ملكه. ولا اقول لك على حاجه، ما تكلمش بنات خالص، لانك كده ولا كده هتبقى راجل خايب. اقول لك ليه، يعني مثلا لو انت قاعد مع اصحابك في قعده حلوه كده ولا حاجه، وهي قامت متصله عليك، قدامك اوبشنين، يا ترد يا تكنسل. رديت الرجاله تقعد تقول لك بص الولد الخايب ساب قعدتنا قعده الذكور عشان يروح يرد عليها، الشبشب بيترفع الساعه كام والجو ده بقى. كنسلت خلاص كده انت نهيت مسيرتك حرفيا، انت كده خاين وغشاش وتوكسيك واسمك احمد. حرفيا حاجه شفتها في حياتي هو حوار اللي هو الاسامي ده، لا بتعرف ده توكسيك من اسمه. انا اسمي احمد وعادي، ولا توكسيك ولا خرا بقى على دماغكم، ما تقرفوناش بقى. ولا التوكسيك ما بيعرفش ان هو توكسيك، ما اعرفش والله، بس اللي هو انا انسان تمام محترم، لا ما بحاولش اشقط ولا حاجه، انسان محترم عادي لنفسي والله، مش عايز ما تخشليش على انا خاطب الحمد لله. تاني حاجه ان انت هتتخدع اصلا، انت تقعد تتكلم معاها بقى وبتاع وتقعد تبعت لك في صورها، هتحس ان انت بقى بتكلم نانسي عجرم، تيجي تنزل معاها هتلاقي عجرم بس ما فيش نانسي، ونهايه المطاف هتشوف فيديو من فيديوهاتي هتقع في غرامي وهتسيبك. ساعتها انا معايا ليك الحل، كل هدوء تاخد نفس وقايل لها وبس كده يا جدعان. نكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده. قولوا لي افكار فيديوهات تحت في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير والسبسكرايب. يا ريت تروحوا تعملوا لي فولو على الانستجرام والتيك توك. اشوفكم فيديو جاي، سلام.